ازاي تعرف تحط فلوسك في الحساب البنكي الصح وتوصل لاعلى استفاده منه؟ في الاول الحسابات البنكيه بتختلف طبعا من البنك للتاني، بس كل البنوك عندها حسابين اساسيين، الاول حساب جاري، التاني حساب توفير. علشان تفتح حساب جاري لازم يكون فيه مهنه محدده في البطاقه، وهو حساب مخصص للمعاملات اليوميه المتعدده لاصحاب المهن المختلفه، وده بعكس الحسابات التانيه. وبيوفر لك الحساب الجاري ميزه انك تطلع دفتر شيكات باسمك، وخد بالك ممنوع تتعامل على الحسابات الفرديه لاغراض تجاريه. حتى لو حساب جاري لازم يكون حساب جاري شركات. انما حساب التوفير بيضيف معدل فايده لفلوسك طول ما انت حاطط الفلوس في البنك، لكن الحساب الجاري ما فيهوش الاستفاده من الفوائد باستثناء الحساب الجاري الخاص، وده ممكن يضيف لك معدل فايده على فلوسك. وفي كمان حسابات تانية بتقدم لك مميزات محدده وبتجمع بين المميزات في الحسابين، زي مثلا حسابات اسمها حساب ذات عائد يومي، ودي بتطلع لك فوائد بشكل يومي وشبيهه بحسابات التوفير. وكمان في حساب زي جولدن بلس، وده حساب بتوصل فايدته ل 25% وبتعتبر من اكبر الفوائد اللي وصلنا لها لحد الفتره دي. وحساب سوبر كاش الجاري اللي بتوصل فايدته ل 23% سنويا. وفي بعض البنوك بتفتح حسابات توفير للشباب واللي بيتراوح عمرهم ما بين 16 ل 35 سنه، ودي بتساعدهم انهم يستثمروا فلوسهم بشكل صح وبمبالغ قليله. بس خد بالك الحسابات دي موجوده في بنوك معينه وكل بنك ليه مميزاته، علشان كده انا بنصحك ترجع للبنك بتاعك وتتاكد من المميزات اللي بيقدمها لك. طيب بقى ايه احسن حساب استخدمه؟ من وجهه نظري لو عندك رصيد يبقى حساب ذات العائد اليومي احسن ليك، لانها بتطلع لك فوائد بشكل يومي قريبه من فوائد الشهادات. في نفس الوقت تقدر تسحب فلوسك في اي وقت تحبه. طيب امتى تفتح حساب التوفير؟ لو مش معاك الحد الادنى لفتح حساب العائد اليومي، او هتحتاج تسحب من الحد الادنى لفتحه، او لو عايز الفلوس تكون باسم حد من اولادك. وكمان هتستفيد بانك هتاخد الفوائد بالطريقه اللي بتحبها، ممكن شهري او كل 3 شهور او كل 6 شهور او سنه، بس نسبه الفوائد هتكون اقل من حسابات العائد اليومي. يلا شير الفيديو بقى مع اصحابك علشان يستفيدوا منه هم كمان.